بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده باذن الله هشرح حاجه مهمه جدا. ازاي نعمل شوب دروينج للعناصر المختلفه بطريقه سريعه باستخدام بلوجن. البلوجن هسيبه لكم ان شاء الله في لينك الفيديو. ممكن تنزلوه، يعني انا هسيبه لكم بتنزلوه عادي. اهم حاجه تكونوا قافلين برنامج الاوتوكاد وانتوا بتسطبوا البلوجن، وبعد كده بتفتحوا برنامج الكاد هيشتغل معاكم عادي. طيب البلوجن هينزل فين في البرنامج؟ هنلاقيه فين؟ هنلاقي فيه، لو لقينا فيه في برنامج الاوتوكاد هنلاقي فيه تابات فوق كتير كده، في تابس اسمها بلوجن. لو ضغطنا عليها هنلاقي البلوجن نزل معانا اسمه كونكريت. هنضغط على البلوجن كده عشان يفتح معانا، دبل كليك ونستنى نلاقيه فتح. ده البلوجن بعد ما فتح معانا وسطبناه. البلوجن عبارة عن ايه؟ هو حاجة كده بتساعدنا ان احنا نعمل شوب دروينج، بيعمل حصر للكميات سواء الخرسانة او كميات الحديد. ممكن نستورد القطاعات بتاعه بعد الديزاين من برنامج الايتابس. بيرسم العناصر المختلفة بقى، سواء أعمدة، كمرات، فوتنج، ريتيننج وول، شير وول كده يعني. فاحنا هنعرف دلوقتي ازاي نستخدمه. لو احنا مثلا اول حاجة نشرحها النهاردة في الفيديو بس الستيرز، نبدأ بالسلالم كده. طبعا البرنامج فوق فيه الاوبشن، ممكن نغير فيه اليونتس، نغير فيه اللانجوج نلاقي فيه عربي وانجليش واسباني. انا دايما بستخدم، يعني العربي بيبقى صعب شويه في المصطلحات، فالاسهل ان احنا نستخدم انجليش. وبرده حابه انوه عن حاجه، ان البرنامج فيه جزء مثلا ممكن نعمل فيه ديزاين، بس البرنامج مستخدمين فيه متعرف فيه الكود الامريكي اللي هو الاي سي اي 318 والكود السوري. ده الاتنين كود اللي متعرفين على البلوجن. طيب بالنسبة لو جينا حبينا نشرح السلالم بقى، نشرحها منين او نستخدمها ازاي؟ نضغط على التاب بتاع الستيرز، هيظهر قدامنا التاب دي او الشاشة دي. اول حاجة هنلاقي في حاجة اسمها الويست انفورميشن. الان، ايه هي الان؟ ده عدد الدرج. تمام، ممكن نغير فيه كده. هو الان مثلا ب10 يبقى نغيرنا فيه ب10. هنا كده البي اس، البي اس اللي هي ايه؟ عرض النايمة. تمام، 30. طبعا عرض النايمة بتاع السلالم مثلا 28 ل 30. تمام، فاحنا مثلا نخليه 28. في برضو اوبشن ان احنا ممكن نقوم جايين دبل كليك من هنا كده على الشاشة، ونقوم جايين مغيرين عرض النايمة من هنا على طول، نكتب 30 او اي رقم. هنا ال HS وال HL اللي هي عرض سوري ارتفاع القايمة، برضو 15 ممكن نخليها مثلا 16. ومن هنا كده مثلا ممكن نخليها 16، او نقوم جايين عاملين دبل كليك عليها هنا تكتب 16 على طول. ده بالنسبة لايه؟ للبيانات بتاع الدرج. طيب التوتال لينس اوف ليفت ستيب سوري، والتوتال لينس اوف رايت ستيب اللي هي برضو عرض النايمة الأخيرة وعرض النايمة الأولانية، نخليها برضو 30 و30. هنا كده الدايركشن بتاع الاتجاه بتاع الصعود او النزول. يعني هنا احنا عندنا مثلا ايه؟ لو عملنا ضغطنا عليها كده هنلاقي ان يعكس اتجاه السلم. مثلا نخليها دلوقتي اتجاه، احنا في الاتجاه ده. تمام. هنا كده لو ضغطنا على هنا ال L1 وال L2. ايه ال L1 وال L2؟ اللي هي عرض البسطة. يعني مثلا احنا ممكن قلنا لما لا اما نغير من هنا لا اما من هنا، مثلا نخليها 100. سوري، نخليها هنا كده 100. طبعا احنا بنكتب بالسنتي. ونخليها مثلا هنا برضو زيها 100. او ممكن نعدل من هنا على طول، نخلي ال100 دبل كليك عليها مثلا 150، ونخلي دي كده 150. تمام. وبرضو ممكن نغير اللي هو العرض بتاع السلم هنا مثلا نخليه 300. تمام. الارتفاع برضو ممكن دبل كليك عليه ونخليه مثلا سي 150. كل الارقام اللي عندنا موجوده هنا ممكن تتغير. هنا السكنس بتاع السقف مثلا بتاع البسطه ممكن نخليه 22. هنا برضو هنا ممكن نخليه 22. هنا ممكن نخليه 22. فالارقام دي كلها متاح التغيير فيها حتى الحديد. عشان كده بقول لكم لو احنا مشغلين مثلا سي كود مصري ينفع نغير الارقام هنا. طيب لو دخلنا كده على نسيب الويست رينفورسمنت دي دلوقتي. هنا البيمز بالنسبه للكاميرات، السلم بيبقى فيه كاميرا مرتكز عليها. تمام. لو عملنا صح على الكاميرا دي هنلاقي ايه؟ ظهر كاميرا هنا. طيب لو شلنا الصح هنا هنلاقي الكاميرا اللي هنا اتشالت. نفس القصه برضو في الناحيه التانية. البيم لو احنا عايزين كاميرا او مش عايزين. طب ايه الوول دي؟ لو احنا شلنا علامه الصح من على البيم فوق هنلاقي الوول واحد واخد قطاع في الحائط اللي عند السلم. فاحنا مثلا نقول ان عايزين كاميرا هنا وهنا. تمام. وممكن ندخل برضو ابعاد الكاميرا، الاتش بتاعها مثلا ممكن نخليها ب70. تمام، هنزود شويه. هنا البيانات كلها بتاع الحاجات ممكن نغيرها من هنا.
طيب ندخل بقى على حاجه اسمها الويست رينفورسمنت، لو ضغطنا عليها كده اللي هو التسليح بتاع السلم. اول حاجه الرينفورسمنت، انا قلت لكم ان البرنامج فيه جزء ديزاين، فاحنا بس ديزاين لا اما بالكود الامريكي، يعني هينفع مع اللي شغال كود امريكي او الكود السوري. فالرينفورسمنت احنا ممكن نقوم جايين مدخلين هنا السكنس بتاع السلاب، الرايت والويست، عرض البلاطه النايمه، تمام. هنا كده التشيك بتاع الديفليكشن طبعا عامله طبقا للكود الامريكي. البيانات دي كلها، الويت، الويت، الكفر، الحاجات دي كلها احنا ممكن ندخلها وهو يحسب الحديد. لو ضغطنا عليها كده هو هنا ايه، واخد سيكشن في السلم وعامل الاحمال على السلم طبقا اللي احنا مدخلينها، تمام. عمل اناليسز، وهنا كده بيطلع المومنت عليه وبيعمل الحديد. طيب الكلام ده مش مهم قوي لان احنا بنسلح السلم بره يعني ببرامج تانية. فاحنا هنا ايه السيتنج لو دخلنا عليها، احنا مثلا عايزين نستخدم بقى صيغة الحديد، عايزين نستخدمه طبقا للكود الامريكي زي ما قلت لكم قبل كده ان الكود الامريكي بيستخدم ايه، ات سبيسنج، يعني بنكتب مثلا القطر ات المسافة كل 150 مثلا ملي، كل 100 بتاع اللي مثلا كل 200 ملي، او زي الكود المصري بنكتب 7.8 في المتر، تمام. فاحنا مثلا لو احنا شغالين هنا، نفترض ان احنا شغالين مثلا كود المصري، فاحنا هنستخدم النظام ده، تمام. نكتب بقى القطر المستخدم لل لتسليح كل درج مثلا فاي 8. هنا برضو بيعمل تسليح الدرج، فاحنا ايه، احنا عندنا في الكود المصري قليل قوي لما حد بيستخدم تسليح او بنعمل تسليح الدرج، تمام. هنا التوب رينفورسمنت برضو بنكتب هنا التسليح. هنا الديفلوبمنت لينس بتاع الكاميرات اللي هو طول الوصلات، بنعملها وصلة ضغط ولا شد، فهو هنا مثلا عاملها وصلة ضغط اللي هي 40 فاي، تمام. فاحنا ممكن نغير هنا الحاجات دي كلها طبقا للتسليح بتاعنا. كده عرفنا احنا ازاي بنغير التسليح. هنا التسليح بالنسبة يقول ان احنا عايزين نسلح الكاميرات ولا لا، يعني هنا لو ضغطنا كده هنلاقي تسليح الكاميرات ظهر عليها، تمام. ونعمل اوكي، هنلاقي فيه تسليح للكاميرات ظهر. ده كده ايه بالنسبة للتسليح. وبرده هنا كده ممكن نغير التسليح، يعني احنا مثلا 6 فاي 12 ممكن نخليها 7 فاي 12، يعني هنا كده 7 تي 12. هنا مثلا لو ضغطنا عليها برضو ممكن نخليها 7 تي 12. احنا ممكن نغير بقى في الكلام ده كله، تمام. ده كده بالنسبة لايه للتسليح. لو احنا عملنا اد هنلاقيه ايه، ظبط معانا التسليح طبقا للحاجات اللي احنا عاملينها، تمام. ممكن نقوم جايين عاملين ايه، نقوم جايين دروينج اون اوتوكاد ان اوتوكاد. فاحنا لو ضغطنا عليها كده وعملنا كليك هنلاقيه رسم التسليح بالشوب درونج بتاعها. لو عملنا زد انتر اي انتر هنلاقي ايه، عمل التسليح وفرض الشوب درونج طبقا للحاجات اللي احنا كنا عاملينها. يبقى كده ايه، ده سهل كده جدا في الشوب درونج. طب لو عايزين نعمل حصر للحديد نعمل حصر ازاي؟ من هنا كده اللونجيتيودنال سيكشن، او سوري خلي اللونجيتيودنال سيكشن ده بعدين. لو احنا عايزين نعمل حصر للكوانتيتيز نضغط على الكوانتيتيز هنا كده ونختار الستير، ونضغط الستير، نضغط على اللي هو الستير او اللي هو القلبه اللي احنا ظبطناها، هنلاقيه عمل حصر للخرسانه. عايزين هنا خرسانه 1.6 متر مكعب، التي 8 عايز مثلا الرقم ده بالكيلو جرام، التي 12 والسبمشن، تمام. طيب لو في حاجه اسمها برضو بيندنج سكادول، اللي هو ممكن يعمل ايه، يعمل كل قطر محتاج قد ايه، يعني بمعنى ان احنا لو عملنا الستير هنا كده وضغطنا على دي كده هنلاقي ايه، فرد كل حاجه. يعني احنا ضغطنا كده هنلاقي ده كده مفرده، الدي بكام والال بكام والوزن بتاع الحته دي بكام، القطر ده بكام، تمام. فده ممكن ايه يبقى مفيد معانا جدا برضو لو احنا بنعمل شوب درونج وحصر للكميات. وممكن نقوم جايين مخرجين الجدول ده في الكاد. لو عملنا درونج اون اوتوكاد كده وعملنا هنلاقي الجدول خرج بالحصر بتفريد كل سيخ بالترقيم بتاعه، تمام. تمام. ده كده ايه بالنسبه للشوب دروينج والحصر وجدول الكميات. طيب في حاجه بقى برضو عايزه اعرفها لكم عشان نبقى كده خلصنا الستيرز. لو احنا وقفنا على الستيرز هنا تاني كده وعملنا اللونجيتيودنال سيكشن اوف ستير، لو رحنا بس للويست تاني احنا ممكن نقوم جايين قلبين الاتجاه وعاملين اد ومسمينه 2 ونروح لللونجيتيودنال سيكشن عشان تفهموا الجزء ده. يعني لو عملنا هنا كده الفيرست ويست مثلا نخليها اللي هي ده كده اللي هو اول قطاع، وهنا تاني قطاع، هنلاقي ايه رسم القطاعات. هنا كده ممكن نغير مثلا هنا نخليه منسوب 0 وهنا كده منسوب 3 نغير فيها برضو زي ما احنا عايزين. يعني ممكن نكتب هنا 4 يبقى منسوب 4، تمام. هنا كده لو احنا عايزين نبين الحديد هنلاقيه بان معانا. عايزين نعمل اد يبقى كده ايه
اتسمى الستير كلها. وبرده ممكن نزود في الكوانتيتيز، لو رحنا هنا للستير هنلاقيه عمل ستير 1 وستير 2، او الستير 1 والستير 2. يبقى احنا كده ايه عرفنا لو احنا عايزين نعمل حصر كامل للسلم. وبرده لو رحنا تاني للستيرز، سوري، لو رحنا هنا كامل تاني هنا كده للستيرز، ايوه تمام، ورحنا هنا للويست، ممكن برضو زي ما احنا، او لللونجيتودينال سيكشن، ممكن نقوم جاي راسمين القطاع ده الاجمالي على الاوتوكاد، ونقوم جاي مخرجينه، نقول ايه يعني، نلاقي تحت كده برضو القطاع الاجمالي، سوري، ممكن يترسم تحت دروينج اون اوتوكاد. لو ضغطنا عليها وعملنا هنلاقي القطاع اترسم في الاوتوكاد. تمام، يبقى كده ايه، ده حصر سريع جدا وشوب دروينج بطريقه ممتازه جدا للستيرز. تمام، ان شاء الله هنكمل شرح بقيه الحاجات، الاعمده والفوتنج، لان هو برنامج شايفاه مهم جدا ومفيد جدا، تقريبا زي برنامج الاوتو ريبار في الاوتوكاد. تمام، شكرا.